تظل القامات الوطنية والقبلية والمجتمعية كبيرة في حياتها ومماتها، وبرحيلهم يحس المجتمع بخسارة. في مديرية الرجم محافظة المحويت جموع كبيرة وحاشدة جاءت لتشييع جثمان الشيخ عبد الملك هازع عضو المجلس المحلي، والذي برحيله خسر الوطن والمجتمع أحد أبرز القيادات القبلية والمجتمعية. بنودع هامة من هامات اليمن وقامة من قامات اليمن الشيخ عبد الملك هازع، وهو رجل اشتهر بالصلاح والإصلاح والسعي بين الناس بالخير. وطبيعة هذه الأيام ألا نفقد الله مثل هذه الهامات والقامات الكبيرة والعظيمة، نتأسى بمآسيها ونسير على نهجها إن شاء الله في الإصلاح بين الناس وفي جمع الشمل وفي جمع الكلمة، وهذا ما كان مشهور به الشيخ عبد الملك هازع. وتعازينا لأسرته ولقبيلته ولليمن بشكل عام. هو خسارة على اليمن قبل أن يكون خسارة على قبيلته وقبل أن يكون خسارة على أسرته. مثل هذه الهامات الله يرحمها رحمة الأبرار. هذا الجمع الكبير يودع هامة من هامات محافظة المحويت ومن هامات الوطن الشيخ عبد الملك هازع عضو المجلس المحلي، فهو خسارة كبيرة على محافظة المحويت بشكل خاص وعلى الجمهورية اليمنية بشكل عام. فنحن نقول رحم الله الفقيد وتغمد واسع رحمته، ونقول تعازينا لأنفسنا أولا كزميل لنا في المجلس المحلي، وكذلك لأولاده وأخوانه وأسرة الفقيد، وكذلك مديرية الرجم ومحافظة المحويت بشكل عام. تودع اليوم مديرية الرجم ومحافظة المحويت والساحة اليمنية جيلا من أجيالها وعلما من أعلام القبيلة والديولة وكل قيم الخير والنبل التي وجدناها في الشيخ المرحوم عبد الملك هازع. إن الألم يعصر قلوب الجميع على فراقه لما عرفنا عنه من خدمة وطنه وأبناء مديرية الرجم ومحافظة المحويت، والعمل على حل كل القضايا والمشاكل التي كانت تحدث بين الفرقاء على مستوى الساحة. المشيعون الذين جاءوا من كل حدب وصوب أشادوا بمناقب الفقيد الراحل، والذي كان مصلحا اجتماعيا وقائدا تنمويا، مشيرين إلى أن رحيله سيترك فجوة في أوساط مخلافه الشاحذية وأوساط المجتمع في مديرية الرجم، منوهين إلى أن الشيخ الراحل قدم خدمات تنموية وقبلية مشهودة. لا تتغير مواقف دائما في أي موقف أو في أي لقاء أو في أي محضر أو في أي كان، فهو رجل كان من الرجال الأوفياء والرجال الثابتين على كلمتهم ومن الصادقين في تعاملهم، فرحمة الله عليه. نعزي أبناء الوطن اليمني بشكل عام برحيل هامة وطنية، رجل تتمثل فيه الشخصية القوية والهامة القبلية. فقدنا رجلا عظيما يعني يشير به الكلام إلى ما هو أكبر من ذلك، وما حضرنا إلى هذا اليوم لم نستطيع أن نخفي حقه في مواقفه المشرفة، ونقول رحمه الله. كان رجلا وطنيا صادقا مع الله ومع الوطن ومع أصحابه، كان رجلا مقداما خدوما رحمة الله تعالى تخشاه. وتعازينا لكافة أصحابنا بيت هازع وأهل الرجم ومحافظة المحويت عامة ولقبائل اليمن بهذا الرجل الهامة رحمة الله تعالى تخشاه. كان له دور كبير جدا في بناء هذه المنطقة، عرفناه رجل شهم ونبيل وعزيز وشريف ونزيه. الكثير من المشيعين أكدوا أن الشيخ هازع كان قريبا من الناس وخدوما لهم، وترك بصمات في الصلح بين الناس وخدمة المجتمع، قائلين إلى أن مواقف الفقيد ستظل حاضرة وحية في قلوب الناس ولن تمحى.